بطريقه قانونيه محتاجين 10 سنين. طيب انا عايزه في عندي هنا خبر ربما لما كنا بنحضر للفقره مع حضراتكم، القيادات الاخوانيه اللي موجوده في كافه مؤسسات الدوله في عدد 1800 استاذ 1800 استاذ جامعه. وانا هقول لك الكارثه في الجامعه بعد ما حضرتك تخلص. و32% من رؤساء الجامعات والعمداء 62% 62% من الاخوان. رؤساء الجامعات وعمداء الكليات 62. وقلت للدكتور حسام عيسى في المية 62% من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات اخوان. وقلت للدكتور حسام عيسى عبر فضائيات كتير دول بمثابه قنابل موقوته. قال لي الانتماء ده انا بخرجه بره، انا ليه ادائهم؟ قلت له اقسم لك الموسم الدراسي موسم فاشل وتتحول الجامعات المصريه الى ساحات الاقتتال وقد كان. وبعدين في حاجه الدكاتره اللي هم بينتموا يعني للجامعه هي ثوره ولا مش ثوره؟ هي طبعا ثوره ابهرت العالم وكسرت كل المخططات. طيب هي في ثوره يا مدام منى، اي ثوره في العالم تسقط النظام رئيس الجمهوريه اللي هو المتخلف عقليا اللي كان موجود ده الطبيعي والمنطقي. لا اللي موجود فين؟ اللي موجود في السجن سابقا طبعا. المعدول طبعا. مع كل المفروض ان هي المستشار عدلي منصور طبعا ان المفروض ان هي ثوره تسقط نظام برؤساء جامعاته وعمداء كلياته. ده المنطقي والطبيعي. ينفع نظام يتم اسقاطه والاف مؤلفه من الطلبه في الجامعات يؤتمن قاده مكتب الاجرام عليهم؟ اللي هو سيد شفيق في تصريح رسمي وانا بتكلم من احصاءات رسميه طبقا للدوله المصريه قال 1800 استاذ جامعه ينتموا للجماعه الارهابيه. 1800 حل معاهم ايه؟ النهارده طالعه ان الجماعه جماعه ارهابيه. طب ما الموقع؟ علامه استفهام كبيره قوي للدكتور حسام عيسى. هتتصرف مع اساتذه ينتمون الى الجماعه الارهابيه ازاي؟ اساتذه في سياراتهم الشخصيه عشان لا تفتش بيخش المولوتوف والالعاب الناريه اللي هي. طب خليني بس انوه استاذ لما هو معروض على الشاشه الان. دي ندوه في معرض الكتاب، ندوه ثقافيه موجود فيها